طبعا احنا عارفين ان العميل دايما على حق. الحاجه اللي دفع الفلوس فيها شافها بعينيه. انتراكتيف بيانو في اللاندسكيب اريا. انتوا عديتوها وانا مش هسيبها. اصل انا كنت عايز اعمل حاجه ثانيه. اصل انا كنت كده، انا ما كنتش متخيل دي كده. تيجي تقول له خلي بالك في الارم، خده معاك في الجيرني. انت ما بقتش التجربه طالعه منك لوحدك كمكتب او صحيح. كشركه. ليه دايما العميل يجي عند الدفع ويخاف؟ هو مش هيفتكر ساعتها ان هو قال انا مش عايز ديزاين. انت حكمت على حياه هتتعاش بعمر من صوره. هناخد له دكتوراه في الهندله. مبروك الدكتوراه. اهلا بيكم في بودكاست شطب صح. هنا هنتكلم بلغه بسيطه من غير اي تعقيد عن كل خطوه من خطوات التشطيب اذا كانت صح او غلط. وهنبدا اول خطوه معانا مع مهندس احمد ومهندس محمود. اهلا بيكم ونورتونا. اهلا وسهلا بيكم. حابين نعرف البدايات بتاعتكم بدات ازاي في المجال بتاعنا ده. يعني انا ومحمود من الاول اصلا احنا صحاب كنا صحاب في الجامعه مع بعض، وبعد كده بعد ما اتخرجنا انا اشتغلت فتره في التدريس، يعني كنت بدرس في كذا جامعه، ومحمود كان بيشتغل في تريبل سي، وفي نفس الوقت كنا بنشتغل مع بعض لغايه ما بدانا اول بروجكت جه انا اشتغل فيه. ومن بعديها بعد ما شفنا الاوتكم بتاعه والناس رايها ايه والفيدباك بقت موجوده، خلاص بقى نقول ان احنا مع بعض يلا نكمل نبدا بقى حاجه نشتغل منها على طول يعني. والحمد لله يعني من ساعه ما اتخرجنا لغايه النهارده وشغالين مع بعض. طب واول مشروع عملتوا ايه مع بعض؟ اول مشروع بداتوا فيه فعلا الهوم بيزنس بتاعكم؟ احنا اول مشروع جالنا كان نيرسري، which is دي كانت حاجه برضو ايه لحد ما صعبه شويه، لان احنا بنتكلم احنا بدأتوا بداية ما شاء الله. يعني الحمد لله كان اللي هو احنا مش بنتكلم، احنا المفروض ان احنا نفهم الاطفال دي محتاجه ايه. والاونر بتاع النيرسري محتاج ايه في البروجكت بتاعه وكده. فدي يمكن الحمد لله يعني احنا فكرنا بطريقه احنا لعبناها ماركتنج. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني احنا بدأنا نحط ايدياز ازاي الاونر بتاع النيرسري يبدأ يماركت لنفسه ان هو مختلف. فدي ونفذناها، فطلع الاوتكم بتاعنا ان الاطفال مبسوطه والاونر مبسوط. فدي كانت من البروجكتس بصراحه اللي انا ما اقدرش انساها فعليا. لان احنا حتى عملنا ساعتها اناليسيز ماركتنج كامله في كام نيرسري موجوده بكام حاجه موجوده حواليهم، وكل واحده بتقدم ايه، لغايه ما بدانا ندرس الماركت بتاعهم عشان نخلي البروجكت بتاعه يبقى ناجح انه يقدم حاجه مختلفه عن الموجودين. فبدأنا وندرس ازاي يبقى انتراكتيف جوه ما بين الاطفال وما بين المدرسين التيتشرز بتوعهم جوه النيرسري. وبالفعل الحمد لله يعني الديزاين كان طالع حلو والتنفيذ طالع حلو، وبعد كده الناس بدات الاوتكم على النيرسري نفسها بدات تتشهر، بدات يبقى ليها فرانشايزز بعدها من كتر ما الحاجات الافكار اللي جوه كانت كرييتيف شويه يعني. طيب وانت شايف من اول تجربه دي كان في اخطاء، في مشاكل؟ تعرف ده اول بروجكت عملتوه، فاكيد في تحديات في النص وفي مشاكل قابلتكم سواء كان مع العميل او مع الستاف اللي شغالين بيه او مع الماتيريالز، ايا كانت المشاكل اكيد واجهتكم. يعني احكوا لنا عن الحاجات دي عشان انتوا عديتوها وانا مش هسيبها. يعني انا شايف ان طبعا قابلتنا مشاكل كده ليه. اول بروجكت بنشتغل لوحدنا، معانا مقاولين، بس طبعا المقاولين دي اول مره تتجرب. فبالنسبه لنا اللي هو ايه احنا تعبنا جامد في ان احنا نحاول نوصل الاوتكم اللي احنا عايزينه بالكواليتي اللي احنا حابينها، اللي احنا متعودين عليها في حياتنا، او اللي احنا متعودين ان احنا هو ده اللي احنا هنقدمه، هو ده البرودكت اللي احنا هنقدمه. في ان انت ازاي بقى بتبدا تشوف الناس دي هتقدر توصلك للمرحله دي ازاي. لان احنا في الاخر احنا برضو ما كناش عاملين بروجكتس كتيره، ده اول بروجكت، فانت بيبقى عندكش النو هاو وما عندناش الاكسبيرينس في الماركت اللي يخلينا ان الناس دي احنا خلاص واثقين فيهم. يعني خلاص دلوقتي مثلا انا عارف مين الناس اللي انا هشتغل معاهم ومين الناس دول ورجالتي فين والحاجات دي. لكن النهارده انا كنت بجرب. فان انت عشان تجرب مع حد انت لسه ما تعرفوش كويس قوي بالظبط واكوردنج للبادجت معينه وحاجات كتيره قوي، فلا الموضوع كان صعب. اللي هو انا عايز اوصل للكواليتي دي، بس بتحارب مع الناس اللي تحتيك ان هو ازاي نوصل للكواليتي اللي هتبقى مرضيه بالنسبه لنا مرضيه للكلاينت بتاعنا. ممتاز. انت غير كده كمان انت كده مفيش انت اتكلمت عن مشاكل الموقع، ما اتكلمتش عن مشاكل مع العميل. ده حقيقي. العميل بس اللي حصل منه اي مشاكل؟ يمكن العميل كان كل فكرته، العميل اول ما الديزاين عجبه، الايديز اللي احنا حطيناها والحاجات الكرييتيف اللي احمد كان بيقول عليها اللي احنا حطيناها، هو العميل خلاص بقى كل هدفه ان هو انا عايز اعمل زي ما انتوا قلتوا واطلع الحاجه دي واشوفها. ممتاز. فدي كان يعني لحد ما كانش عندنا مشكله مع الكلاينت شويه، لان هو برضه هو نيرسري
يعني مش بيت هيفضل عايش فيه على طول. فهي الفكره كلها، هي اهم حاجه ان البيزنس عندها يكون حاجه ناجحه ويشتغل على طول. واعتقد ان هي شافت كمان الريورد بتاعها واحنا لسه ما اشتغلناش. يعني بعد الديزاين لما بدات تبوست على السوشيال ميديا الافكار ان النيرسري بتاعتها يبقى فيها مثلا انتراكتيف بيانو في اللاندسكيب اريا، هيبقى فيها لين لعجل وريسنج وعربيات ومسابقات وحاجات، فكل ما تنزل اكتيفيتي تلاقي الفلو عندها بيزيد. فبدات تحس انه ايه ده انا من قبل ما انفذ الديزاين ده كله وانا عندي ريورد بقيت اشوفه بعيني، بدات تثق فيك سنه ان هي تديك بادجت مفتوحه تقدر تعمل اللي انت عايزه. فدي الى حد ما الحاجه اللي الحمد لله ساعدتك ان الديزاين ده يتنفذ يعني بكل اللي انت كنت عايزه فيه. لانه هي شافت يعني عكس انه لو كان مشروع ريزيدنشال مش هيبقى عندك الاوبورتيونيتي ان هي تشوف بعينيها الحاجه الملموسه اللي انت عملتها يعني كديزاين. ف طب بعد خبرتكم بقى اللي فاتت في الشغل في التشطيبات وشغل التعامل مع العميل، انت ممكن تقول انت بتتعامل مع العميل ازاي في اول ما يجي لك، اول تعامل بتبدا معاه ازاي لغايه ما تقفل معاه التعاقد؟ يعني احنا في الاول بنعمل برين ستورمنج مع العميل، نبدا نشوف احتياجات العميل ده ايه، ونشوف ونبدا نقعد في المرحله دي. احنا ما عندناش مشكله نقعد في المرحله دي كتير جدا، في مقابل ان احنا نتعامل مع العميل ويفهمنا ونفهمه، ونبدا ناخد على بعض شويه لحد ما يتكون ثقه ما بيننا. دي بالنسبه لي دي اهم حاجه. نبدا بعد كده ندخل في البروسيس بتاعت الديزاين. بعد الديزاين لحد ما نبقى خلاص ابروفد عليه، والديزاين ده عاجبه وفي كل الحاجات اللي هو محتاجها، وفي كل حاجة هو كان نفسه فيها في إطار معين إحنا بنتفق عليه. وبعد كده نبدأ بقى ندخل في البروسيس بتاعت التنفيذ والإشراف. يعني انت كده العميل بيتعامل معاك من اول المود بورد اللي انت بتتفق عليه لغايه ما تفهمه انت ايه اللي هيحصل بالظبط، وتاخد الكونفirmation على الشغل بتاعه، ويبدا يشتغل بعد كده مرحله التنفيذ. ده حقيقي. طب لما تدخل بقى في مرحله التنفيذ، احنا خلاص خدنا مرحله الديزاين. طب مرحله التنفيذ انت بتبدا مع العميل ازاي؟ ما احنا كده بدايه مرحله جديده. فبرضه احكي لي برضه عشان نقفل المرحله دي خالص، انت بتبدا معاه ازاي وبتنهي معاه ازاي؟ احنا بنقسمها فيزز. فبنبدأ نحط مثلا سي فيز 1 هيحصل فيها 1 2 3 بادجت كذا. فيبدأ هو الأول يشوفها، يدي ابروفد عليها، يبقى عامل تايم بلان لنفسه، واحنا مدين تايم فريم برضو للحته دي، بحيث ان هو برضو يبقى مظبط البادجت بتاعته، ونبدا على طول ننفذها. بعد فيز 1 هو بيستلم كل حاجه حصلت فيها، وبيكون خلاص هي الفيز اتدفعت وكل حاجه، ونبدا ندخل في فيزز تانية. ده عشان هو في الاول وفي الاخر يبقى الحاجه اللي دفع الفلوس فيها شافها بعينيه، فيبقى هو خلاص نبدا ندخل فيز جديده بمرحله جديده بفلوس جديده. خلاص دي بالنسبه له تبقى ايه، حاجه مطمئنه شويه. عشان يبقى مطمن طول الوقت. ده طبيعي. وبعد كده لما بتسلم المشروع خلاص انت بتسلمه لاخر المستخلص، يبقى الشغل اللي استلمه بالنسبه له كده مرضي، يبقى انت كده تمام. بالظبط. العميل بالنسبه لك على طول الخط انت متابع معاك، وفي نفس الوقت ما حصلش فيه اي مشاكل. بالظبط، وهو عارف هو هيدفع ايه قبل ما نبدا. تعالى نتخيل ان حصل تعديلات، ودي طبعا كابوس. ده كده اكيد. ده حقيقي. التعديلات دي لما بتحصل في الديزاين وبتحصل في التنفيذ، بتتعامل ازاي مع الموضوع ده في العميل؟ طبعا احنا عارفين ان العميل دايما على حق اكيد. فلما يبدا يعدل انت بتتعامل ازاي مع الموضوع اول ما يبدا التعديلات؟ يعني احنا في الاول احنا اصلا يعني التعديلات بتاعته احنا بنبقى رابطين، واحنا بنعمل الديزاين بروسيس عامه كلها بنبقى رابطينها لبادجت معين. بمعنى ان احنا بنيجي مش من اول مره، بس بعد مره واثنين وثلاثه من الفيز بتاعت المود بورد بيبدا ان احنا نبدا نربط الديزاين بتاعنا لبادجت، فنقدر نبقى عارفين احنا بنتحرك في تراك عامل ازاي. بمعنى ان احنا واحنا بنعمل الديزاين بنبقى شايفين انه البادجت اللي احنا حاطينها للبيت او للبروجكت وات ايفر بقى هو نوعه ايه، فبتتحرك في سكيل من كذا لكذا. فان كيس لو هو جوه المود بورد جه طلب ماتيريال مختلفه بس هتخلي الكوست في دايركشن مختلف تماما، فبتيجي تقول له خلي بالك في الارم، احنا عندنا هنا في مشكله، الماتيريال دي هتزود الدنيا، هنروح في حته تانية مختلفه عن احنا اتكلمنا فيها. فيقدر يقول لك تمام، لا انا معاك، انا تمام ما عنديش مشكله. يا اما لا انا مش معاك، انا شايف انه خلينا وذن نفس البادجت اللي احنا حاطينه. دي بتافويد كتير قوي مشاكل قدام. يعني انت بتسيب له الليميت وتسيب له يحط انبوت بتاعه جوه الديزاين، لانه لو حس ان الديزاين ده ورق
بيتعمل من غير ما يحط الانبوت بتاعه مش هيطلع بيته او مش هيطلع البروجكت بتاعه، مش هياخد روحه جواه. فمع الوقت يحس ان هو ورق ملوش لازمه، يجي في التنفيذ يبدا يغير براحته لانه بدا يشوف بعينيه. فلو اشركته معاك في الجزئيه دي وفي نفس الوقت اديته الناحيه الثانيه انه وانت شغال بتقول له ده خلي بالك في هنا هنبقى كذا هنا كذا، فيبدا يحس انه هو بقى فاهم. فانت اخدته معاك في الجيرني وفهمته. فدي حاجه مهمه جدا انه تفهمه وانت تاخد القرار. لكن لو ناحيتين من هنا، لو انت خدت القرار من غير ما تفهمه خلاص هو يبدا شويه يتقلب في مرحله تانية مختلفه يعني. ده اكيد. ده غير ان هو ممكن كمان يحس ان انت بتجبره على حاجه، انت بتوديه لحته معينه. فهو انا بشوف دايما ان العميل مش لازم يحس ان انت بتجبره في حته معينه، او انا لازم هستخدم الماتيريال دي، او انا لازم هستخدم الحاجه دي. انا شايف ان هو لازم زي ما احمد قال اللي هو ايه، خده معاك في الجيرني، بحيث ان احنا لا لازم يحس ان هو بيطلع البروجكت او البيت اللي هو بيقعد فيه بروحه. يعني احنا عندنا دايما مقوله كل بيت بيطلع بروح صاحبه. اكيد. كل بيت احنا الشبه ممكن التاني. بالظبط، واحنا ممكن مثلا نبقى حاطين حاجه معينه، العميل لما يجي يحطها او يعمل قعد عليها او كده تطلع في الاخر حلوه جدا، وهو بيبقى مبسوط جدا، اللي هو حاسس ان انا لا انا كنت مثلا صاحب الفكره دي، انا البيت ده انا عملته بصمتي موجوده. بالظبط بصمتي موجود. وبتفرق مع العملاء كتير اللي هم بيحسوا فعلا ان هم ايه، لويال للبيت، مبسوطين بيه عشان هم بس حسوا ان هم اللي ايه، اللي هو انا كنت هنا، انا اللي عملت ده. فدي حاجه حلوه. انا العميل لما بيقعد معايا في اول ميتنج بيتقابل فيه ونتعرف عليه لاول مره، انا بحاول ما اتكلمش في الشغل على قد ما بتكلم في تفاصيل حياته. طبعا احنا بنتكلم احنا غصب عننا بنخش في تفاصيل بيته. ليه بقى؟ عشان احنا بنتكلم في ولاده عايزين ايه، مراته عايزه ايه، هو حابب ايه بالظبط يبقى في بيته، فبنعرف كل التفاصيل عنه. فببقى حاسس ان انا قاعد في جلسه سايكولوجي، طبيعي ان انا بتكلم مع حد يا باشا اقول لي حكايتك. ايوه احنا المفروض ناخد شهاده عامه. والله ناخد ماجستير في الموضوع ده. فالموضوع ده بيريح العميل ان هو بدا يفضفض ويطلع اللي عنده قبل ما يتكلم في الشغل. بعد كده لما تدخل زي ما انت قلت كده بتديله ان هو يشارك في الديزاين، فهو يحس ان هو حط بصمته فعلا. صح. ودي نقطه انا بليها 100%. اللي بيحط بصمته بيحس انه عمل حاجه ومبسوط على طول الخط. ده حقيقي. غير ان العميل التاني اللي ما بيحطش اي حاجه بتحس ان هو بعيد عنك، مش متابع معاك، الموضوع مش اكتف، وانت بتقلق وبقلق لان انت مش فاهم هو معاك على التراك ولا صح. هو اوف مود ولا هو عنده مشاكل. طب هو ودي اصعب حاجه. دي اصعب حاجه جدا، اما تبقى انت في وسط بروجكت وانت مش عارف المرحله دي احنا مكملين في نفس التراك بتاعنا ولا هنقف ولا بنرجع لورا، مش من خلال قرارات، من خلال هو معاك بفكره واضح ويعني ظاهر معاك ولا لا. فبتقابلنا كتير ان المشكله انك تقابل كلاينت وانت هو في نص الشغل فقد الشغف بتاعه. طب امتى بتحس ان العميل فاهمك وامتى تحس انه مش فاهمك؟ ده سؤال يعني بالنسبه لي لما الاقي العميل بدا يركز كويس جدا في المود بورد بعرف ان المشروع ده هيطلع حاجه مختلفه جدا، لانه هي اهم تفصيله في الديزاين. لما بيبدا يركز انه دي مش مجرد صور، ده بيعكس انه ده الفراغ اللي انا هعيش فيه، او ده الفراغ اللي انا حابب مطعمي يبقى زيه، او ده الفراغ اللي انا حابب انه لو في اطفال هيتعلموا هنا يبقى شكلهم عامل كده. فلما يبدا يركز في تفاصيل كل حاجه فانت ما بقتش التجربه طالعه منك لوحدك كمكتب او كشركه، بقى في حد ثالث بيزود حاجات موجوده جوه. اكيد هتخرج بره التفكير، يعني اكيد هتخرج اوت اوف ذا بوكس، تلاقي ان في افكار طلعت مختلفه. بحس ساعتها ان المشروع لا هيطلع حلو لان هو معايا، لكن لو هو مش موجود مش عارف. انا بحس دايما ان العميل اللي مش بيبقى موجود واللي مش بيركز في الديزاين وبيقول وبيحط الانبوت بتاعه، وانا لا انا شايف كذا، طب انا عايز اعمل كذا، طب احنا نقول له طب ايه رايك في كذا وكده. انا بحس دايما ان هنيجي في مرحله في وقت التنفيذ وهقول انا ما كنتش قاصد كده، او انا ما كنتش متخيل ده بالظبط. انا دايما بحس العميل اللي هو بيبقى مهتم قوي بالديزاين وفاهم الديزاين كويس قوي، هو بيجي في التنفيذ ما بيتعبكش، بيريح وبيبقى مقتنع. ليه؟ لان انا دايما اي حاجه هتحصل ايه على طول الريفرنس بتاعنا هو الديزاين اللي عاجبنا واللي عاجبك واللي احنا مستقرين عليه. لكن العميل اللي مش بيبقى مركز في الفيز الاولانيه بتاعت الديزاين او المود بورد او ان هو يقول هو عايز ايه بكل تفاصيله، بيجي في النص يقول اصل انا كنت عايز اعمل حاجه ثانيه، اصل انا كنت كده، انا ما كنتش متخيل دي كده بتحصل بالظبط. يبقى ده على طول انا بحس ان احنا ما دام انت مش مركز في الفيز الاولانيه
احنا ديفنتلي هنقف في التنفيذ وهنقول الكلام ده. خلاص هي الخبره خلتنا اللي هو ايه، هنشوف قدام بقى يعني. احنا قدام لا يعني احنا قدام هنشوف كده. عشان انا برضو حاسس يعني عشان كده انا شايف انه ما تديش للكلاينت حتى لو ده مش افضل حاجه، ما تدلوش تايم فريم للديزاين. خلي الديزاين ياخد وقته ويشبع وياخد تفاصيله وتعديلاته، حتى لو تعديلاته دي في وقت من الاوقات انا يعني هتخسر او هتكسب، مش دي المشكله. بس طول ما انت بتدي ان هو الديزاين ياخد وقته ويستوي، هيطلع بعد كده هيريحك كتير جدا قدام. لكن لو قللت من وقته او انه ليك تعديله او تعديلتين او 3، افرض وبتحصل كتير، سافر رجع بفكره عجبته، لو انت حسسته ساعتها انه لا احنا كده هنرجع لورا، او لا احنا كده مش هيحصل كذا كذا كذا، اديله انه لا الفكره هي فعلا لو تستاهل اديها وقتها. لانه هيفضل طول الوقت فاكر لما كنت قلت لك وانت ما عملتوش، فساعتها انت ضيعت له الانبوت بتاعه جواه. فدايما نشركه في دي، هتلاقي الدنيا اريح بكتير في تفاصيل التنفيذ عامه يعني. لما يبدا اصلا معاك الكلاينت في الديزاين ويخش في التفاصيل زي ما انت قلت كده، بيريحك بعد كده في التنفيذ، لان انت خدت وقتك في البلان. ما ده اسمه البلان بتاع التنفيذ. ده حقيقي. احنا اي موقع بنخش فيه من غير رسومات، الموقع بيبقى تحس ان هو بادئ غلط، في حاجه غلط مش مظبوطه. يعني في عميل يقول لك انا مش عايز ديزاين، يقول لك انا عايز انفذ على طول، تقول له ايه؟ هي حصلت، مش ما بتحصلش يعني ده طبعا بتحصل فعلا. بس في الحقيقه لما حصلت اضطريت انه نعمل ديزاين احنا، ولانه طول ما فيش ديزاين ما فيش جايد لاين. كلنا كده. فالجايد لاين ده انت هتخش الموقع تحس انك تايه وتوهانك جوه، يعني توهان المنظومه كلها، وهو مش واخد باله ان لو انت تهت هو تاه. يعني هو لا بقى عارف يستلم ايه، ولا بيته عامل ازاي، ولا شكله ايه، ولا راح اشتغل مع مقاول. اشتغل معاك ليه؟ يعني ما هي احنا الاثنين تايهين، فانت اجبرتني ابقى تايه زي بورت ثالث من الحد اللي بيشتغل معانا. اشتغل معاه. انت ضيعت اهم ميزه عندي، ان انا ابقى بوريك الفيجن بتاعتي وبوريك انت في الاخر هتوصل لايه. انت ضيعتها. دي وجهه نظري يعني. احنا اضطرينا في بعض الاوقات ان احنا نعمل الديزاين فور فري للعميل عشان نشتغل معاه تنفيذ صح. صح. ايوه ده حقيقي. انا ما بعرفش اشتغل في تنفيذ من غير رسومات او رؤيه كامله للمشروع قبل ما ابدا، عشان انا بحمي نفسي وبحمي العميل، عشان ما يجيش العميل يقول لي ما فهمتنيش ما قلتليش. فدي نقطه انا بالنسبه لي بحلها. انا شايف ان ده كوست عليا انا، بس انا بالنسبه لي بكسب خطوات قبل كده. صح. انا كنت كنت على مشاكلها. ده حقيقي. وفي كمان حاجه، احنا في الاخر ما دام احنا اللي هننفذ مثلا او حضرتك هتنفذ او كده، فمش من مصلحتنا ابدا ان التنفيذ ما يبقاش كويس او يبقى تايه او البروجكت ما يبقاش محكوم زي ما احمد كان بيقول جايد لاين. فلا احنا نعمل الديزاين، هنخسر مش مهم، بس في مقابل ايه؟ في مقابل ان انت المشروع ماشي بالبروسيس اللي هي الصح، اللي هي في الاخر هتعجب العميل. بالظبط. لان المشروع لو تاه في النص العميل مش هيبقى مبسوط، هو مش هيفتكر ساعتها ان هو قال انا مش عايز ديزاين. وانا بقول لك ان هو بعد كده هيعرف اهميه الديزاين. بالظبط كده. يعني احنا بس عندنا انت قلتها له بالفعل. احنا كان عندنا يعني عندنا كلاينتس مثلا ممكن تيجي انا مش محتاج الرومز، انا محتاج بس الريسبشن واللاندسكيب. فاحنا بنطلع بقيه الحاجه او نطلع حاجه معينه هيبقى فيها حاجات تريكي شويه، فبنطلع الديزاين بتاعها. بعد كده هو بيجي انا عايز اشوف الديزاين انتوا كنتوا عاملينه ايه. طيب ما هو في الاول احنا كان لازم نعمل ده، لان الحاجات مش هنعرف ننفذ، مش هنعرف نوصل للي انت حتى في دماغك من غير ديزاين. فلا انا شايف ان الديزاين ده من الحاجات اللي هي بتريح الكلاينت قبل ما تريح المهندس. احنا كده وصلنا للعلاقه ما بين العميل والمهندس والمقاول. فدي انا بسميها المنظومه الثلاثيه. ده حقيقي. المثلث ده لو حد وقع منه خلاص المنظومه باظت. فانت قول لي كده من وجهه نظرك المنظومه دي تمشي ازاي صح؟ انا بالنسبه لي المنظومه تمشي كلاينت بيقول الحاجات اللي هو محتاجها، مهندس لازم يربط ما بين المقاول والكلاينت. احنا لو سيبنا الكلاينت للمقاول غالبا لو هيشطب الفيلا دي لمره واحده ومش هيشطب تاني هيتعب. ولازم المهندس هو اللي يجيب الحق بتاع الكلاينت، وهو اللي يدي الاوردر للمقاول وهو اللي بيستلم. فهو في الاول وفي الاخر هو حلقه الوصل ما بين الاثنين. ما ينفعش يعني سبت الكلاينت للمقاول البروجكت هيطلع بشكل مختلف تماما. خليت المهندس مع المقاول بس من غير الكلاينت وعملنا اجنور للكلاينت لمجرد مثلا ان هو مش مركز او كده،
هيجي الكلاينت هيكون متضايق والبروجكت مش هيطلع. هي لازم التلاتة يكونوا مع بعضيهم، هم عايزين كل هدفهم ان الحاجه دي تطلع حاجه في الاول وفي الاخر مشرفه للمهندس، وطبعا المقاول في شغله هيكون بيتكلم عنه، والكلاينت يكون مبسوط. هي علاقه لو شلت منها حد في الاخر انا شايف ان هيطلع برودكت مش حلو خالص. طب خلينا بقى نتكلم بقى، جبنا الثلاثي ده بقى، عايزين نحط فيه كلمة استنصح. كل واحد لو دخل فكره الاستنصاح بالنسبه له المنظومه هتبوظ. أكيد. يعني الاونر نفسه لو بدا يستنصح فبدا يفكر انه المهندس ايه دوره، طب ما اعمله. هتلاقي انه ما انت بتجنور بارت مهم، هتبقى تعمله بناء على ايه؟ طب انت عرفت هو ايه الحاجات اللي هو عايزها او ايه اللي مش عايزه، او ايه الحاجات اللي هو المواصفات الفنيه اللي بيشتغل بيها او بيستلمها. ما المقاول ده بينفذ بس ايه المواصفات اللي بيشتغل عليها ما تعرفهاش فانت لغيته. طب لما المقاول يستنصح، ما هو المقاول هتلاقي يقول لك هو مش موجود بس بعت حبه بني ادمين بتعمل اي حاجه هناك في الموقع. طب ما هو مين اللي بيستلم؟ ما هو صح. دوره راح، مم. والمهندس بقى شايل الدبل بتاع اللود. أكيد. طب المهندس لما يستنصح ما هو بيشرفش، فما راحش وقف على الشغل، فالمقاول بقى منه للعميل. فهي التلاته منظومة باظت خلاص. لو الجمله دخلت خلاص ما مم. بقاش في شغل موجود الجملة للتلاته دخلت على أي حد. على الثلاث بالظبط. اطراف، مم. مش واحد لوحده. ممتاز. فلازم كل واحد يعني يدي حاجته حقها عشان يضمن البروجكت يطلع مظبوط، لانه في الاخر هيمثل الكل. وكمان انا عندي يعني فكره بالنسبه للمنظومه وارتباطها ببعضها. اولا احنا في كونتراكت موجود، الكونتراكت ده بيبقى اساسه ديزاين. عملنا الديزاين والديزاين خلاص العميل قعد تعب فيه وانت تعبت فيه كمهندس، فطلعنا بالديزاين. الديزاين ده طلع شوب دروينج اتفقنا كلنا عليها، يبدا يخش البارت الثالث اللي هو المقاول اللي هينفذ البيت. طب البارت الثالث ده بيشتغل ايه؟ لوح، في لوح طالعه من عندك وانت كمهندس مطلعها وكعميل عجباك ووافقت عليه. يجي المقاول ده يبدا يتناقش مع العميل مع المهندس والعميل على تنفيذها. ايا كان بقى المناقشات دي ليها حاجتين، حاجات فنيه وحاجات ماليه. لغايه لما تتفقوا على بعض يبقى خلاص احنا عندنا جايد لاين بيحكم المنظومه، كله بيرجع له في اي وقت. يبقى خلاص ده يقدر يشتغل وده يقدر يشتغل. وكل ما كان الديزاين يعني واخد معلومات واخد حقه بزياده، كل ما سابش مشاكل لكل واحد يبدا يحط الانبوت بتاعه. يعني المقاول وقت ممكن يقدر يحط الانبوت بتاعه عادي جدا، بس طول ما ورق الشوب دروينج او ورقك اللي انت مديهوله كمهندس مش سايب حاجات كتير، هتضمن جوده الحاجه اللي تطلع زي ما انت عايزها. فلو الورق مظبوط وده مدي ده الدور بتاعه والدور بتاع المقاول معروف، والمقاول هو شخص بينفذ بس عنده اكسبيرينسز كتيره، مش اي شخص بينفذ باي يعني افكار او باي سعر او باي حاجه هو ده اللي يطلع نفس المنتج. يعني شخص بينفذ والمهندس موجود وعميل، الثلاثه لو التزموا بنفس الديزاين يقدر يطلع خلاص المنظومه هتمشي في السياق اللي موجود ليها. طب لو العميل حس مثلا انت المقاول ده عايز يعدل معاه حاجه، وراح قال للمقاول على طول انا عايز اعدل حاجه معينه في الشغل، والمقاول قال له تمام وعدلها، والمهندس ما كانش ليه دور في الموضوع ده خالص. انت شايف اللي حصل ده، انا طبعا من وجهه نظري شايفه غلط، واكيد ده هيحصل غلط، بس ساعات العميل بيتدخل وشايف ان ده طبيعي. فهل حصل معاك في المشاريع اللي انت شغال فيها الفتره اللي فاتت ان في عميل عمل كده؟ بس الى حد ما لا، بس عشان حاجه معينه. يعني المهندس لو حط دوره كويس وبدا هو اللي بيليد العلاقه بين الثلاث الطرفين التانيين، وهو مش هيسمح لحد انه يتدخل في حاجه زي كده. دي وجهه نظري. يعني المهندس طول ما هو مدي ده الرولز بتاعته، مدي ده الادوار المفروض يعملها، وهو الكونكشن اللي رابطه الاثنين ببعض، انت عمرك ما هتسمح انه ده يعدي لده او ده يعدي لده من غير ما دورك يبقى موجود. فده هيخليك تتفادى مشاكل كتير الموجوده. لكن هو يروح يقول له منظومه راحت بقى الطرفين، فبرضه نفس النقطه الاولانيه خلاص ما بقاش فيه. لا هو لما انت رحت قلت له هو نفذ اللي انت قلت له، طب مين استلم اللي انت قلت له؟ ما حدش استلمه، فوقع طرف مهم. فمن الاول ما كانش ليه لازم انك تبقى فيه مهندس موجود. ويعني كمان في حاجه انا شايف ان ده يمكن تقصير من المهندس بامانه. يعني المهندس لو موجود دايما مع الكلاينت، موجود في الموقع بتاعه، موجود في البروجكت بتاعه، واتيفر هم كام بروجكت، بس في الاول وفي الاخر انا موجود، الناس المقاولين هترجع له. يعني وارد جدا ان الكلاينت يكلم المقاول يروح في وقت المهندس فيه او صاحب المكتب مش موجود فيه، فالمهندس المسؤول عن الموقع هناك يبقى موجود.
بس وارد جدا المقاول الكلاينت يقول للمقاول مثلا اعمل لي 1 2 3. المقاول لازم قبل ما ينفذ الكلام ده يرجع للمهندس بتاعه، عشان لو في حاجه غلط او في حاجه تتلحق، ساعتها المهندس يقدر يفهم الكلاينت بتاعه ان ده 1 2 3 حضرتك طلبت كذا 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 فنقدر ننفذ كذا، ولو نفذناش كذا ده هيضر بحاجه معينه. فدي الفكره كلها، ان انا بحس دايما الموقع لازم تبقى انت موجود فيه، انت ما فيش حاجه بتحصل انت ما تعرفهاش، تمام فده لازم تبقى انت موجود او حد تبعك موجود او كده. فدايما بحس ان حاجه تحصل في الموقع انا ما اعرفهاش ده تقصير مني. تمام. يعني انت شايف ان المشكله بتبقى على المهندس في النقطه دي، ده صح يمكن كده؟ لا يعني اكشن العميل غلط، مشكله عليه، بس ما تجيش انت تسمح له ان ياخد الاكشن ده او تحطه جنب، يعني جنب على الخط، وبعد كده تيجي تقول ايه ده هو خد مشي في الخط ده ليه؟ ما انت اللي سبته، انت اللي دورك وقعته، فهو راح خد الناحيه التانية. وده بيحصل كتير، كلنا في الماركت بنشوف انه مهندسين بيبقى عندهم مشاريع ومش اوير بايه اللي بيحصل جوه، فبالتالي انت حقيقي. عملت جاب. فالجاب دي العميل حاجه من اتنين، يا اما هيحاول يعوض هو الجاب دي فيرجع للمقاول يحاول يحل مشكلته معاه، يا اما هيقول لك خلاص انا مش هقدر اشتغل معاك اشوف حد تاني. فانت السبب في فقدان حلقه الوصل ما بين الاثنين. دي وجهه نظري يعني. لا تمام، ده اكيد مليون في المية صح. طب بالنسبه للعميل بقى الاستشاري اللي بيعمل نفسه استشاري، اللي هو فاهم كل هتعمل ايه حاجه. بقى معاه وانت بيتعامل معاك على طول اهو، مش هتعامل مع المقاول؟ احكي لي بقى تتعامل معاه ازاي، عشان انا نفسي عايز اعرف. ده هناخد له دكتوراه في الهندله. ده بالنسبه لي احنا بنتعب قوي عشان بس نحاول نوصل المعلومه ان هو ده ينفع وده ما ينفعش. ليه؟ هو مقتنع 100% ان هو كلامه صح، وان كلامه حقيقي. يتنفذ عادي خالص، وان اللي هو بيقوله صح. فاحنا بنوصل بقى لمرحله، طيب اللي انت بتقوله ده تعال نشوف ناس غيرك عملته، فعمل ريفلكت على حاجه معينه اللي هو ده طلع في الاخر ما عجبوش. طيب انت بتقول نبدا 1 2 3، طب ما احنا ده تعال نشوف اللي غيرنا عمله، ما ده غلط. تبدا بقى توصل المعلومه، لان انت برضو مش عايز تقول له ان ده ما ينفعش، اللي انت بتقوله ده غلط وانا مش هعمل كده، ما ينفعش. لازم اللي هو ايه بنحاول يعني نوصل المعلومه، وازاي ان هي بكل سهوله ان ده ما ينفعش، احنا لازم نعمل 1 2 3. ده احلى. طب اللي احنا بنقوله كذا، طب انا هعمل لك اللي انت عايزه بس بعد ما اعمل 1 2 3. ده احنا بنتعب يعني فعلا والله العظيم، اللي هو عشان توصل المعلومه عشان تحسسه بس من غير ما تقول طبعا انت هو مقتنع بوجهه نظره. لو جبت اي حد مش هو انا وجهه نظري صح. وكمان انت احيانا بتضطر ان انت تجرب له اللي هو طلبه عشان يعيشه، عشان تقول له انت غلط، عشان تقول له انت غلط. تجربه. يعني اوقات مش عايز تقول له انت غلط، انا هو مش صدام، بس هو الفكره كلها انت مقتنع بوجهه نظرك، هتعرفها ازاي ان هي لا لما تعيشها. فانت مقتنع مثلا ولنفرض انه لون الحيطان ده لازم يبقى لونه اكس، طب ما نعمل اكس في مكان. ما هو في حاجات سهله وفي حاجات صعبه، بس السهل لو انت قدرت تحققه له هيبدا يبص عليه، تصدق طب ما نعمل نجرب التاني، ما يجرب التاني، ده عندك حق، خلاص اقتنع. البورسلين ده مش عاجبني، طب ما خلاص ما نجيب حيطه ونعمله. هنخسر قد ايه؟ هنخسر بس بتاخد وقت على ما تقنعه بوجهه نظره لما يشوفها. لان لو يعني الكلاينت بالذات في الوضع الحالي اللي احنا عايشينه دلوقتي، لو حطيته في ناحيه انه لا كلامك ده مش صح، يا يشوف غيرك يا اما يفضل طول العمر مقتنع ان انت ضيعت عليه فرصه كان ممكن ياخدها. بالظبط كده، اللي هو رايه كان احلى، اعملها بص عليه. او نروح مكان، احنا مثلا عندنا مكان او انت عندك مكان معمول او في شو روم فيها نفس الفكره، تعال نروح نبص عليه. اقتنعت نعملها، ما اقتنعتش خلاص، يمكن ده ذوقك. ما هو في اذواق، يعني مش دايما كل الناس هتقنعهم بالذوق اللي انت عايزه، وارد يكون ذوق كده بالسياسه طبعا. هي بترد بالسياسة عليه طبعا. بالسياسه، ده طبيعي مش اكتر من كده. عشان لو قلت للعميل لا خلاص في انت الاخر كده هو مش هيبقى مرتاح. انت كده مش هتريحه بالظبط. ويفضل طول عمره فاكر انها كانت هتبقى احسن. ايوه هتبقى احسن جدا والله، وممكن نخلص ونفتكر ان هي كانت هتبقى احلى وان احنا ضيعنا عليه الفرصه دي. لا احنا بلاش. لا برافو، احنا صح كده. ده منطق انا شايفه بصراحه منطق ممتاز قوي في التعامل مع العميل اللي شايف بالطريقه دي. محمود قال دكتوراه، احنا بقالنا كتير حظنا جبنا معاهم على طول، فاحنا لازم نتعلم من حد للتاني. لا برافو عليكم، مبروك الدكتوراه. ربنا يخليك. انا دلوقتي عايزك تحط نفسك مكان العميل. حلو. وعايز العميل يسمعك يمشي وراك. طيب يعني انا لو انا الكلاينت، انا اول حاجه هعملها ان انا هبدا ادور
على مهندسين شغالين واسال عليهم، واسال على حاجتين مهمين جدا: مم. شطارتهم وامانتهم ممتاز. في عز الماركت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. فعلا دي ازمه ثقه اصلا جدا، هي اصلا مشكله المثلث ده بقى في الثقه اللي احنا كنا بنتكلم بالظبط، عليه. برافو عليك. الثقه لو راحت من اي طرف من الثلاثه خلاص. هتبوظ المنظومه كلها. فاروح اسال اشوف المهندسين دول شاطرين، طب هدبل تشيك، هشوف اسال بقى اشوف لهم شغل في الحقيقه، اروح ابص عليه واشوف لو هو بروجكت بيتعاش فيه او بروجكت الناس بتروح، اروح ابص طب حلو، طب الماتيريالز راكبه كويس، النوع بتاعتها تمام، طب العمر عدى عليها قد ايه؟ ما هو حتى لو بتعمل مثلا بيوت فانا عايش فيها طول الحياه، صح. طول ما انا عايش مش عايز الاقي مشاكل، فاروح اسال. دي مش هتيجي من صوره شفتها او اعلان او سوشيال ميديا او حاجه، لا دي هتيجي من ان انا رحت سالت حد عايش نفس التجربه اللي انا عايشها، فاروح اساله اشوف، قال لي لا ده فيها 1 2 3 الناس دي كويسه، خلاص انا الناس دي كويسه، بدا عندي مش ثقه كامله بس خدت من حد غيري الثقه اللي هو بقى نقلها له المهندس ده وشاطرين، فانا كده بقيت ميال بنسبه 50% لدول. طيب اتعاقد معاهم وابدا اقول لهم كل اللي انا عايزه في الديزاين بتاعي، وابدا ادي الديزاين ده حقه واهتم بيه جدا، عشان ده العقد اللي احنا كلنا هنتعاقد عليه بعدين. يعني ده العقد اللي انت بعد ما تخلصه هتحاسب مهندسك عليه وتحاسب مقاول المهندس ده عليه، او المقاول اللي انت جايبه ممكن يبرر المهندس ده عليه. فلما تخلص دول اهتميت بالديزاين، طلعت البرودكت اللي مريحك ككلاينت، ابدا بقى قدم بقى شوف مين اللي هينفذ. وليكن مثلا شركه مقاولات تانية او شركه تابعه للمكتب الهندسي، او شركه انت تعرفها او من عندك، لان بنقابلها احيانا بيبقى الاونر نفسه عنده هيئه هندسيه او عنده شركات شغاله في المقاولات، فهم دول. فيبدا يعرض على المهندس بتاعه اللي هو اللي انت جايبه متعاقد معاه، لان هو ادرى واحد بالديزاين اللي هو عامله، يعرض عليه العرض المالي والفني، ويبدا يركز في الديتيلز بتاعت كل مشروع هي اللي بتطلع المشروع ده، يا اما يعني زي ما بنقول يبقى يبوم، يبقى مريح، يبقى تمام في كل تفصيل انت عايزها، يا اما لا. فكل ما الديتيلز كانت اكتر في التوصيف بتاعها كل ما انت ضمنت المشروع بتاعك يطلع كويس. تبص على التو اوبشنز دول او الاثنين اوفر، الفني والمالي، تمام، والمهندس اعتمدهم، شفت للشركات دي مشاريع في نفس السيميلر بروجكت اللي انت عايزه وات هو نوع ايه، خلاص انت كده ضمنت ان بقى عندك اكسبيرينس موجوده اتنقلت من ناس تانية، بقى عندك تراست للناس اللي هتشتغل بيهم، تقدر انت تبدا تشتغل معاهم وانت somehow مستريح. مع الوقت بقى بتتبني حاجات بتكون الريليشن بقى اللي باقيه، اللي هو الجزء ال 30 40% الناقصين، لقيت الناس اللي موجوده همها عليك، بتدور في مصلحتك، بتسال على، بتوفر لك الحاجات اللي هي مش محتاجه تتعمل طول ما هي بنفس الكواليتي اللي انت عايزها، خلاص يبقى الناس دي همها فعلا انت، فبتحسك تلقائيا بقت تشيل دورك وتسيبه يليد، ساعتها احس ان انت تطلع بمنتج كويس يعني. طب بعد كل السيناريو اللي احنا سمعناه ده، ليه دايما العميل يجي عند الدفع ويخاف؟ ليه العميل بيخاف يدفع؟ يعني مؤخرا العملاء بقت تخاف تدفع. يعني خلينا نتكلم ان اخر 3-4 سنين الماركت بقى مختلف تماما. صح. وانا دايما بحس ان هو عنده حق، لان هو بيسمع من اللي حواليه انا اتنصب عليا من أيوة. كذا، انا دفعت كذا، وفي الاخر احنا عايشين في ماركت واحد، فهو بالظبط، فهي في الاخر كله بيرفلكت على كله. فهو مؤخرا بقى يخاف، فهو دايما شايف ان هو عنده دايما اقتناع ان المقاول ده كل وظيفته مش ان هو يعمل شغل كويس، ان هو ياخد منه فلوس اكتر. ودي بتبقى حاجه يعني يمكن انا شايف ان هي يعني حرامي، يعني اللي هو دي حاجه لازم نصاب. واحد نصاب عليه بالظبط، عايز يزود اكتر وكده. فطبعا هنرجع لحته ان ايه، الثقه اللي وقعت من الثلاثه. الثقه اللي وقعت من الثلاثه، هي الثقه عامه هي اللي بتقوم البروجكت وبتكمله، يا اما بتدمر الريليشن كلها وما بتخليش البروجكت يكمل او يكمل وحش، لان احنا بنديدكت حاجات كتيره في المشروع. فهي الفكره كلها ان لازم الناس تحط نفسها مكان الكلاينت، ولازم المهندس يحط نفسه مكان الكلاينت في الدفع بالذات، ولازم الكلاينت يبقى عارف ان في الاول وفي الاخر المكتب او المقاول او whatever اللي هو هيشتغل معاه في بروفيت مارجن لازم هو يبقى مقتنع بيه وراضي بيه عشان يدفع. وفي الاول وفي الاخر انت بيبقى معاك كوتيشن من البدايه، ريديت بالكوتيشن وتمام، وهي اكوردنج للبادجت بتاعتك، خلاص انت ما تقلقش ان انت تدفع. بس هو دايما بيبقى خايف، هو حاسس ان هو يتنسب عليه، وحاسس ان هو لا ده حد قال لي ده سعرها اقل، لا ده انا سمعت مثلا على فيديو معين او شفت فيديو معين ان ده سعره اقل. ففي الاول وفي الاخر
طب ما هو انت ما شفتش، انت شفت سمعت السعر بس ما شفتش الناس بتسلم ايه، ما عشتش، ما عندكش حد حتى عاش او نفذ مع الناس دي وقلت ان هم بنفس السعر. فهي دي لازم تخلي بالك منها، ان كل حاجه ليها سعر مختلف. ده يخليني اسالك، السوشيال ميديا بتعمل فينا ايه؟ انا كعميل دخلت شفت السوشيال ميديا عشان اختار حد شاطر معايا، انت وجهة نظرك ايه في الموضوع ده؟ السوشيال ميديا تاثيره ايه على الموضوع ده؟ بس يعني لحد ما انا شايف ان السوشيال ميديا كتأثير هي ضررها اكتر من نفعها على اختيار الكلاينت اللي حد اللي يعمله البيت، مم. لانه شاف صورته بس انت تعرف هو اللي عامله ولا لا. اه طب فعلا. البيت كمل ولا لا، انت موضوع شفت فيك. احلى حته جوه البيت مم. او احلى حته جوه البروجكت، بس صح. اللي باقي حواليه انت ما شفتوش. طب خلص في قد ايه؟ مش باين من صوره. طب الناس دي عارفه تعيش ولا لا، سابت البيت وقفلته ومشيت ولا لا. فانت حكمت على حياه هتتعاش بعمر من صوره. فانا شايف مم. انه يعني مش فير تماما، وفي نفس الوقت يعني انت ظلم، هي وجودها ظلم المهندسين بقى التانيين اللي بيهتموا بالجوده ويهتم انه يرضي الكلاينت بتاعه ويفضل. او المشروع مش حاجه بتتسلم، انت كلاينت بتسلمه وبيتعاش فيه، او وانت بعد ما بيتعاش فيه عندك مينتنس موجوده، انت حريص على المينتنس بتاعت البروجكت اللي انت بتقدمه عشان ينجح ولا لا، خلصته مم. ورميته ولا. ما هي دي برضه سمعتك اللي بتاثر عليك قدام. كل ده ما بيبانش في السوشيال ميديا، فاديله وقت، اسال عليه، اعرف انه لا تمام الناس دي كذا، مش هتتظلم. لكن انا شايف ان السوشيال ميديا لا يعني مش افضل حاجه، ممكن تكون تول دعائيه كويسه، بس مم. استغلالها صح ولا غلط انا شايف انه مش صح. كلنا بنستغلها صح. يعني لو حطيت نفسي مكان الكلاينت، فانا ما اعرفش الناس دي، فهدخل اشوف الشغل وكل حاجه، بس اوعى يختار بناء على الشغل بس. مم. لازم يسال، لازم يسال ويحاول يوصل لحد ويقعد مع الناس دي من غير ما يتعاقد. مش لازم لازم يختار يتعاقد على طول، صح. يختار مم. صح. لان زي ما احمد قال فعلا، هي ريليشن شيب بتكمل. مش كل حاجه صورتها حلوه هي بتتنفذ بطريقه حلوه او بتتنفذ صح. يعني عادي خالص، سهل جدا ان التويليت يبقى شكله تحفه بس بيجيب ميه من كل حته. احنا بنخش في شراكه مع العميل، جدا انت طبيعي. بتبقى شريك للعميل وقت الشغل وبعد ما تسلمه وبعد الشغل، الشغل خلاص هي لان بتبقى انت ريليشن شيب خلاص كامله. انت هي بتكمل. احنا بنكمل فعشان وبندخل في ادق الديتيلز. عشان كده لازم العميل يختار صح. غلط انت تختار من السوشيال ميديا. ممكن السوشيال ميديا يكون ليه مميزات ده وليه عيوب، طبيعي. بس انا شايف فعلا من وجهه نظري مع مهندس احمد ان في عيوب اكتر من مميزاتها. هي فيها عيوب بس احنا وفعلا الموضوع ان انت فعلا تضمن منين ده شغل، مم. دي نقطه مهمه جدا. هو لازم هو يبص فعلا، لكن لازم يسأل على الناس لازم دي يتعب ولازم شويه. يتعب شويه. لان انت لو اخترت بالشكل واخترت بالصوره واخترت بعدد الفولورز واخترت بحاجات كتيره قوي، في مش الاول وفي مقياس. الاخر مش مقياس لاي مم. حاجه. انت اللي هتتعب في الاخر. يعني ممكن يبقى حظك حلو مم. وممكن يبقى حظك وحش جدا وتتعب جامد يعني. طب انت تعمل ايه مع العميل اللي هو مثلا يجي يقول لك انا عملت فيلا قبل كده مع مهندس تاني وعايزك تعملي نفس الفيلا دي، مفيش ديزاين مفيش حاجه، خدها لي كوبي بيست بس. ما يعني ده العميل ده موجود كتير يعني وحصل لي كتير، فانت ممكن تعمل ايه؟ بص انا عندي راي مختلف شويه. اه انا يعني بشوف انه دايما لو المهندس ملوش دور ما يبقى خلاص يشتغلش. يبقى ملوش مش لازم. فانا شايف ملوش لازمه انه انه يشتغل كيس معاك. زي دي بسيطه جدا، تعاقد على شركه مقاولات، وريها الصور، تعمل لك اللي انت عايزه، بس تبقى اوفر ضامنها. لك واحسن لك وانت ما خسرتش. لكن طول ما انت لو المهندس جبته وما خدش ما طلعش الدور اللي انت الدور جايبه بتاعه. عشانه، ما تشتغلش معاه. انت اللي هتتعب، ملهاش لازمه تدفع فلوس مم. اكتر. بالظبط. يعني ده بالنسبه بنوفر لي. لك. انا بوفر لك فعلا. يعني اصل بنقول للعميل اللي عنده كيس زي كده ابدا اتحرك روح لمقاول على طول. لازم بالظبط. ابقى صادق معاك، عشان في الاخر انت هتحس ان انا ما كنتش صادق معاك. يعني ودي نقطه هي مهمه قوي عشان بالظبط. نكسب الثقه فيه. انا مش عايز ايزي ماني. انت جبتني عشان اعمل لك حاجه جديده، اطلع لك حاجه بروحك، لكن هو في الاول وفي الاخر انت عايز نفس الصوره دي. مش لا محتاجني مش خلاص. محتاجني خالص. بالظبط. انت عندك الريفرنس بتاعك. لما يتعبوا في حاجه يرجعوا يشوفوا الفيلا اللي انت عملتها ويرجعوا يعيدوها على طول ويعملوها. لكن في الاول وفي بالظبط. الاخر اللي تدي هو نفسك البصمه، وانا عايز اعمل بصمه في مكان فباستحاله اخد بصمه حد غيري. طبعا. يعني ساعتها فعلا يروح لشركه مقاولات. شركه مقاولات ليها مشاريعها شغلها كويس جدا. انا طبعا مش قصدي خالص ان هو يروح لمقاول مع سباك وكهربائي ويبدا يشتغل. لا انا قصدي يروح لمهندسين يكونوا بس مش ديزاينرز، مش ناس هتعمل ديزاين وكده. يروح لشركه محترمه وتنفذ له. هنا هيبقى اوفر له. ما هو احنا بقى عايزين نخلي الكلاينت يطمن للماركت.
انا ده مش حقيقي عايز بالظبط. الكلاينت أنا يرجع عايزه يقول دول يطمن خدوا عشان فلوس، يشتغل. ما بالظبط خدوا فلوس وما اشتغلوش. مم. لا انا عايزه يرجع يقول عايزه يرجع يقول الناس دي لان تستاهل. بجد هو لو عمل كده النهارده بعد مده معينه ما تعرفش هي قد ايه، هتلاقي انا قابلت حد كذا 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 وقال لي كذا كذا كذا، فبنصح لك تروح تتكلم معاه. لو هو نفس الراجل وجات له مشروع فيه فكره ديزاين، هيرفع عليك سماعه التليفون لان انت كنت امين معاه. لو حس منك ان انت امين بالظبط. معاه يبدا يكمل معاك وهو مغمض. اكيد، ما خلاص ازمه الثقه راحت. بس بالظبط كده. لا كده تمام. هي كده متفقين بالنقط دي كلها، عشان النقط دي اساسا هي اساس التعامل بين الثلاث عناصر اساسيه في اي شغل لينا في كتشطيبات او كبدايه مشروع. عشان أنا زي ما بقول لك كده، ده احنا داخلين شراكه، داخلين مشروع احنا شركاء فيه في بعض. صح. فالنقطه دي لازم تبقى الثقه فيها اساس الشراكه عشان تطلع صح. وفي الاخير كده عايزين نسمع منكم نصيحه للعميل عشان يسمعها ويبدا يطبقها. يعني انا شايف انه العميل يعني وهو بيبدا زي ما قلنا يركز في اختياره كويس جدا، لانه اختياره ده لا ياثر على كل حاجه بعد كده هتبني عليه اللي باقي كله جدا. فيركز في اختياره وما يستعجلش في التعاقد، ويدي نفسه لو عنده الامكانيه لميتنج او 2 بفريندلي واي مش بشغل، عشان ده اللي هيخش في تفاصيلك، فده اللي هتعرف تعيش معاه، ده اللي هتعرف تحكي له على اللي انت عايز تحكيه. لو ما قدرتش تحكي له مش هتعرف تشتغل معاه، مش هيطلع لك اللي انت عايزه. صح. فادي نفسك الفرصه انك تكسر السكيل الكبير اللي ما بينكم وتخش هو الانتيميت سكيل بتاعك عشان تعرف تتكلم معاه، فتقدر تشرح له. زي احنا قلنا دكتور نفساني هو سايكولوجي ده فعلا. حقيقي صح. انت لو ما مليون عرفتش في المية. ترتاح معاه في الكلام ولا هو عرف يرتاح معاك مش هيطلع لك اللي انت عايزه. فاديله ده ودخله في السكيل بتاعك عشان يقدر يتعامل معاك، وبعد كده اطمن لناحيه الثقه وخلاص المشروع هيمشي سلس جدا جدا. وبالنسبه انا بالنسبه لي الشطاره حاجه حلوه جدا، بس لازم تختار حد هتعمل معاه الجيرني بتاعتك تكون مرتاح له وواثق فيه كويس قوي، لان الراحه هي اللي هتخليكوا في الاخر ان بجد المشروع هيطلع دمه خفيف ولذيذ وانت تكون مرتاح للمشروع. لكن غير كده انت ممكن تختار حد شاطر بس الشطاره دي حاجه لازم اكيد يعني، بس يعني اهم حاجه الشطاره وان انت تكون مرتاح مع الناس دي. وقبل ده كله انا رايي تبقى داخل الموضوع ده انت عارف انت عايز ايه بالظبط، عشان لما تقعد مع المهندس تشرح له بالظبط انت عايز ايه يبقى فاهم معاك من اول خطوه. وانا مبسوط جدا بمهندس احمد ومهندس محمود. احنا اكتر. انا بجد انا اخدت من خبرتكم كتير. ربنا يخليك، أخدت ده من وقتكم احنا كتير. اللي استفدنا ان كتير. شاء الله رب تكونوا عملاء بالنسبه لنا اللي شافونا استفادوا. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم. عفوا.